السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للهلال السعودي، مبروك انتصاره على السيتي. والناس بقى اللي بتقارن ما بين الأهلي عمل إيه والهلال عمل إيه. أولا الأهلي وهو طبيعي خبط الهلال 4. طيب وإيه كمان؟ الأهلي في وعكة جامدة بصراحة يعني. ليه؟ لأن الوعكة دي مدبرة. مدبرة. وانا عرفت اصلا الاهلي داخل في حته كده مش كويسه. امتى؟ من ساعه ما تركي الشيخ عمل فيلم لاحمد عز اسمه القاضيه ولا ايه، وراح جاب قفشه عمل الاعلان ده هو وامام عاشور. ده معناه ايه؟ الفتنه ما بين الاهلي والزمالك، الفتنه ما بين جماهير الاهلي والزمالك. من ساعه ما بدا يساعد الاهلي ان هو يجيب صفقات من قلب الزمالك، وصفقات بقى واللجان تشتغل، والذباب الالكتروني يشتغل، والمشطشط والحراق والحاجات دي، والفتنه بدات تزيد. واصبح هم اللاعبين كله، هم اللاعبين ازاي يطلع يضايق جمهور الزمالك ازاي. طيب هتيجي تقول لي البطوله ديت ايه اللي حصل؟ الناس رايحه تلعب بطوله عالميه زي دي تاخد عائلاتها معاها ليه؟ عشان ايه؟ ينزلوا يتفسحوا ويعملوا شوبنج في قلب المباريات ليه؟ كل ده على فكره فلوس مدفوعه للعيبه. يعني التذاكر ببلاش بتاعت اهالي الفيز ببلاش، كل الحاجات ديت هدايا من مين؟ مين بقى ما هو انت لو انت عايز فريق يروح يلعب ويركز في بطولته هتمنعه اللي هو ياخد اهله معاه. هو هيروح يلعب ولا هياخد باله من ابنه ولا بنته ولا زوجته، ولا هينزل يشتري لهم حاجات، ولا هينزل يفسحهم؟ هو راح يلعب مش راح يتفسح. احنا مش في مصيف هنا. مين المسؤول عن كل الحاجات دي؟ مين اللي بيدفع فلوس للحاجات دي كلها؟ تمام؟ طب الفنانين والناس الجماهير اللي راحت وكلام من ده، مين المسؤول؟ عايز تعرف المسؤول مين؟ دور على اللي عمل كده في مونديال روسيا. المونديال بتاع روسيا. ايه اللي ودى الفنانين بطياره خاصه بمصاريفهم باقامتهم للمونديال بتاع روسيا؟ وايه اللي دخلهم المعسكر؟ وايه اللي خلاهم يحتكوا باللعيبه وينزلوا في نفس الفندق اللي اللعيبه موجودين فيه؟ ليه؟ علشان تشتيت اللعب. والله العظيم يا جماعه القصه قصه كبيره قوي. انا وجهه نظري كده فاهمها كده. ناس هتطلع تقول انت مجنون، انت عبيط، انت كذا، انت فاهم الحاجات دي ازاي، انت نظريه المؤامره في دماغك وخلاص. يا جماعه تركي الشيخ بيصرف كتير. طب النتيجه ايه؟ مع المصاريف اللي بتتصرف دي كلها المفروض الاهلي ياخد بطوله العالم للانديه بدون منافسه. راح دفع لزيزو قد ايه؟ راح جاب امام عاشور بمبلغ قد ايه؟ راح مش عارف لعيبه كلها كيديه، شغل لكيد نسا بجد يعني. من امتى الاهلي اصلا ليه في القصه الكيد النسا دي؟ ما احنا كنا بنشجع الاهلي ايام ابو تريكه وايام الخطيب، ايام الناس الثقيله. عمرنا ما سمعنا عن حاجه اسمها مكايده نسائيه ولا المشطشط ولا الحراق. اعلانات راح تجيب قفشه يعمل اعلان القاضيه هو وامام عاشور علشان نص الجماهير المصريه تتشكل مع بعضها وتكره بعضها. علشان ايه؟ ده كله لخدمه ايه؟ لخدمه الكره المصريه؟ مستحيل. لخدمه الاهلي؟ والله مستحيل. انت كنت من شويه بتشتم في الاهلي وجماهير الاهلي واداره الاهلي. ايه اللي حصل؟ احنا ممكن نتجاوز عشان خاطر الفلوس اللي بتدفعها. تخلص الصفقه الفلانيه مش عارف تعمل ايه، تدفع ايه، ممكن وتعمل كاس للنادي الاهلي وبطوله خاصه للنادي الاهلي وياخد فيها فلوس، ممكن نخلص. تمام؟ بس ما ايه، بس اللي بيدير النادي يخلي باله من الحته دي قوي، يخلي باله من حته الفتنه دي قوي. ايه المقصود بيها؟ ايه المقصود بكل المصاريف اللي بتتصرف دي؟ انتوا عايزين تقنعوني ان تركي الشيخ حابب النادي الاهلي قوي؟ حابب الكره المصريه قوي؟ تركي الشيخ حابب الاهلي اللي راح خبط الهلال 4؟ حابب الزمالك اللي خبط الاهلي 3؟ الاهلي السعودي؟ مستحيل الكلام ده، مستحيل. انا عشت في السعوديه وعارف يا جماعه. والله العظيم اقسم بالله بيكره الكره المصريه جدا والاهلي جدا، بس لازم يعمل الموضوع ده كله. اول حاجه بيعمل شو للموسم الرياض كبير، وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيدمر الكره المصريه، بيخلي الكره تطلع من اطار الملعب والحرفنه والمنافسه وكلام من ده لاطار بقى شغل النساء، المكايده النسائيه والفتنه والشرشحه وقله الادب والالفاظ والبذاءه والقذاره، كل حاجه. دي مش كوره، دي مش كوره.
والله دي مش كوره، محدش يقنعني ان احنا فيه ده بطوله او كوره او منافسه او واحد يتمتع بيها. الاهلي فيه لعيبه نصهم بيكيدوا للزمالك، نصهم الزمالك بتكرهه، والزمالك كان فيه لعيبه الاهلي نص اللعيبه الاهلي بتكرهها، والاهلي خدوا اللعيبه اللي كانوا بيكرهوهم دول بقوا عندهم، اصبح الزمالك بيكرهوهم. شغل مش نظيف، مش نظيف. وتيجي تقول لي الاهلي حصل معاه كده ليه؟ طبيعي لازم يحصل معاه كده. واحد واخد معاه فلوس بوكت ماني يصرف براحته، تمام، هديه من الناس ما تعرفش دول مين، واخد عيلته معاه بفيزا كده مجانيه ورايح علشان يلعب بطوله في امريكا. هيجيب ايه ولا هيركز فيه ولا هيعمل ايه؟ ازاي هيعمل ايه يعني؟ ايه اللي بس؟ وبعدين هات لي كده معلش، في مدرب حتى لو سيء يسيب الفريق قبل بطوله عالميه زي دي؟ ازاي تمشي مدرب من عندك قبل البطوله العالميه دي بحاجه بسيطه يعني؟ ده المدرب الجديد ما لعبش ماتشين، ودي مع اي فريق. ازاي ده ايه الفكر ده؟ هل يا ترى دي فكر اداره الاهلي؟ اعتقد لا، اعتقد في حاجه مش مظبوطه في الموضوع. بس انا وجهه نظري من ساعه ما تركي الشيخ دخل الاهلي والدنيا متلخبطه، قبل كده دخل الزمالك الدنيا اتلخبطت، مشي بعد عنهم عن الاثنين والجماهير ظبطته. ايه اللي حصل؟ اللي حصل وقتها ان الاهلي خبط الهلال 4 والزمالك راح خبط الاهلي السعودي 3. مش ده اللي حصل؟ فين؟ في السعوديه. ما هو ده اللي حصل، والسعوديه في ده اللي حصل. لا قال لك لا انا مش هسيب يعني احنا قاعدين نصرف ومليارات وكلام من ده للانديه بتاعتنا، يجي فريق ب 3 جنيه يعمل فينا كده؟ طب هنعمل ايه؟ لا هنغريهم بقى بالفلوس واللي بتاع، وياخدوا اهاليهم والفسحه والمكايده النسائيه والفتنه بين الجماهير وحاجات كتير قوي. وده اللي بيحصل، ده اللي الاهلي فيه. عايزين الاهلي يوصل العالميه زي الاول ويبقى رقم 1 على انديه العالم، والزمالك كمان يوصل للعالميه. ابعدوا تركي الشيخ عن الموضوع، ابعدوه عن الكره المصريه نهائي. ما تلعبوش ماتشات في السعوديه، وجهه نظري كده. ما تخلوش حد يتدخل في الكره المصريه. خلي الناس تشتغل ب 2 جنيه زي الاول زي زمان، هيدوا لكم مجهود وعرق. وابعدوهم عن السوشيال ميديا، وابعدوا عائلاتهم عن السوشيال ميديا. انت جاي تلعب كوره، جايب عيلتك معاك ليه؟ لا، في كل مناسبه بتطلع عيلتك معاك ليه؟ وعيلتك طول النهار والليل شغالين بيشتموا في انديه الزمالك وجماهير الزمالك، وجماهير الزمالك بيشتموا في عائلات الاهلي. ايه اللي بيحصل؟ في ايه يا جماعه مالكم؟ ايه الجو ده؟ جو مش نظيف، الجو ده مش نظيف. ولو استمر كده انسى، انديه السعوديه هتركبنا. وعايز اقول لك على حاجه، اي فريق في السعوديه سواء النصر او الاتحاد او الهلال لو قابل الاهلي دلوقتي هيخبطوا. اتمنى الاهلي ما يلعبش اي فريق في السعوديه اليومين دول، اتمنى. والسلام عليكم.